تزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، تقيم جامعتنا جامعة ابن سينا للعلوم الطبية والصيدلانية احتفاءها في هذه المناسبة، وتقيم مجموعة من الندوات وورش العمل واللقاءات والأيام الحرة لغرض تهيئة الأفكار والمقترحات المناسبة للطلبة والتدريسيين في هذا المضمار. حقيقة هو ريادة الأعمال هي موضوع متشعب ويشمل شرائح كبيرة من المجتمع. احنا بالنسبة لجامعتنا الطبية التخصصية في المجال الطبي أيضا النباع في هذا الموضوع، وإن أيضا أفكارنا وعندنا مشاريعنا الريادية اللي ممكن تسهم في خلق فرص عمل للشباب وتسهم في تطوير الإنتاجية لفئات المجتمع كافة. تزامنا مع الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، استلمت دعوة كريمة من الأساتذة الأخوان في رئاسة جامعة ابن سينا للعلوم الطبية لتقديم محاضرة حول ريادة الأعمال ودور هذا المفهوم في تنشيط الحركة الفكرية والاستفادة العملية من هذا المنهج وهذه الطريقة في التفكير التي أصبحت حقيقة من المتبنيات الأساسية في الكثير من الشركات والمؤسسات العالمية. ريادة الأعمال هو مفهوم يقع ضمن مفاهيم إدارة الأعمال ويستفيد من عند قطاعات المجتمع المختلفة. يمكن أن يستفيد منه الإداري والطبيب والمهندس وكل حسب اختصاصه. تركزت المحاضرة اللي تشرفت بإلقائها اليوم أمام الأخوان في جامعة ابن سينا، تركزت حول شرح مفهوم ريادة الأعمال ومواصفات رائد الأعمال والميزات الأساسية التي تميز الشخصيات الريادية التي تتولى إنتاج فكرة، وتكون هذه الفكرة ذات أصالة وإبداع وتحدث تغييرا إيجابيا في حياة الناس وتنتهي إلى مخرجات نافعة لكل المجتمع الحقيقة. فهذه كانت المواصفات الأساسية اللي فكرنا في أنه نطرحها على مسامع الضيوف المستمعين. واحدة من أهم التحديات التي تواجه الأفكار الجديدة في المجتمعات وفي المؤسسات الصناعية والشركات حتى هي تقبل الفكرة، لأن ليس من المألوف دائما تقبل أفكار غريبة وأفكار ذات تخرج عن المألوف. وعليه هذه الكورسات والمحاضرات اللي تخص ريادة الأعمال هي تحاول إشاعة ثقافة تقبل الأفكار التي تخرج نسبيا عن المألوف وتكون أفكار منسجمة مع مصالح المجتمع ومع تقاليد وعادات وثقافة المجتمع أيضا ومع ثقافة المؤسسات، وينتج عنها تسهيل بشكل تسهيل أو تحسين لحياة الناس، لحياة المستفيدين. وكلما كانت هذه الثقافة أكثر شيوعاً، كلما كان أصحاب هذه الأفكار أكثر قدرة على طرح هذه الأفكار، لأنهم سيجدون الحاضنة الاجتماعية، وأيضاً ستكون من الأسهل تطبيقها، لأن تقبل المجتمع للأفكار الريادية والأفكار التي تحسن الناس وهي خارجة عن المألوف تكون أكثر يسرا وأكثر سهولة إذا واجهت بيئة اجتماعية تساعد على ذلك. والجامعات والمؤسسات العلمية هي أول المعنيين بهذا الموضوع. المدرسة الحرة هي مشروع ريادة أعمال مجتمعية. هاي المدرسة هي صيفية تهدف إلى أنه تكمل عمل المدارس الحكومية من خلال إيواء الأطفال في فترات الصيف حتى تنمي مهاراتهم الإبداعية والفكرية، وكذلك أنه هي تكون مجتمعية. الأهم أنه هو تكون مجتمعية. هاي المجتمعية يعني المجتمع هو يقوم بتأسيسها بإدارتها وكذلك بتمويلها، تتبع أساليب ومنهجيات تواكب تطورات العالم الحديثة، بالإضافة لذلك أنه هي تكون مستقلة، أي أنه هي ما تابعة لأي جهة حكومية، إنما تابعة لمنظمات المجتمع المدني. والأهم من كل هذا أنه هي مدرسة مجانية. ريادة الأعمال وعلاقتها بالجانب الصحي، راح نقدر نجمع الأفكار المبتكرة بالإنسانية، راح نجمع هنا فن الطب، فنون الابتكار والتفكير اللامحدود، راح نقدر نتوسع بتفكيرنا لخدمة الناس وخدمة المجتمع وخدمة الإنسانية بشكل خاص، والصحة النفسية والصحة الجسدية خاصة في جانب الطب. مصطلح ريادة الأعمال هو مصطلح ينتج لنا أشخاص عصاميين
معنى الأشخاص العصاميين أشخاص يتبنون فكرة تتولد من داخلهم، وهاي الفكرة تتحول إلى مشروع ضخم وكبير عن طريق نجاح هذا المشروع. هالمشروع ممكن يتضمن عدة جوانب، جانب تجاري، جانب خدمي، والجانب اللي احنا حاليا مهتمين به اللي هو الجانب الطبي.